السوداني السوداني الله يذكره بالخير له موقف الحقيقة طريف وذكرته للإخوة قبل كم يوم، لكن ربما الغالب أول مرة يسمعه. أخونا السوداني هذا رجل محافظ على الصلاة بمعنى الكلمة، رجل يؤذن المؤذن يسكر المحل يتوجه المسجد. لبيه يا حبي للسودانيين كلهم، أشهد بالله يا جماعة أنهم فعلا فيهم من الطيبة والخلق والدين الشيء الكبير، وأنا عايشت كثير منهم الحقيقة، وفيهم مميزات ربما تختلف عن وفي كل خير. الشاهد السوداني صاحبنا هذا جبر ما شاء الله، أعطاه الله طول وعرض، وإنسان يعني بكل ما تعنيه الكلمة من معنى صاحب خلق، لكن يقولون اتقى شر الحليم إذا غضب. صاحبنا كان جنبه واحد فلبيني في المحل اللي جنبه، فلبيني طبعا غير مسلم. فيوم من الأيام تأخر السوداني ما سكر المحل، جاء فلبيني يضحك عليه ويستهزئ به، يعني فيما معنى كلامه وين صلاتكم، وين اللي بيسكر المحل. السوداني عصب وفي رواية طنقر زين، وسحب هذا الفلبيني بيده. الفلبيني صغير خذاه معه للمسجد، قال اسمع سوي مثل ما أسوي ولا كلمة. قال طيب. راح توضأ السوداني، توضأ الفلبيني ما يدري ايش السالفة، دخل المسجد يقول تسنن السوداني تسنن الفلبيني، والله ما ادري ايش قرأ في الصلاة. الشاهد بعد ما صلوا وخلصوا قام السوداني وين راح؟ لإمام المسجد. السلام عليكم. السلام، كيف حالك يا شيخنا؟ طيب. في واحد فلبيني يبغى يدخل في الإسلام ما قال له شيء الفلبيني اجتهادا منه، فأشر له السوداني. جاء طبعا جاء خايف يعني ولا يدري ايش بيصير وش الأحداث. إمام المسجد بغى يتشقق من الفرحة، وين هو؟ قال هذا موجود، ودعاه الشر له. قال قول مثل ما يقول الشيخ. قال طيب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. كبروا الإمام، كبروا جماعة المسجد، جو يسلمون على رأسه، اللي يضمه، اللي يحط في جيبه 100 ريال. قال فوقع الإسلام في قلبه حقيقة. قال يا جماعة أنا كفيلي ما عمره ابتسم في وجهي ولا عمره زادني ريال، هذولا بمجرد ما دخلت في دينهم ألاقي كل هذه الحفاوة، أكيد هذا هو الدين الصحيح، فدخل في الإسلام. طبعا طريقة السوداني ما هي بالطريقة الصحيحة، لكن الله يسر له، ولا الأصل أن الدعوة بالحكمة الموعظة الحسنة. كنت في ثانويتنا اللي تخرجنا منها الله يذكرها بالخير، ثانوية ابن باز، يوم كنت أنا في ثالث ثانوي، وقلت هذه القصة عاد لكم أن تتخيلون. تخيلوا بس، واحد من الشباب زين اللي في المدرسة قال يا ولد ليش ما سوي مثل السوداني؟ أصلا هو جبر ما شاء الله، وهو ساكن في حي عندنا في الدمام. حصل له فلبيني سبحان الله في العصر، قال يا ولد السوداني الفلبيني طلع عنده حزام اسود كرتيه زين، ولكم ان تتخيلون يا جماعه وش الاحداث اللي صارت. صاحبنا يبغى يدعو الفلبيني وحصل له من الامور اللي الظاهر ان شاء الله انه يبقى على الدعوه الى الله ان شاء الله. بس هذا هي اضبطت مع السوداني يعني بتيسير من الله، ولا الاصل ان الدعوه بالحكمه والموعظه الحسنه. لبيك بس السؤال